السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الترند وجماله؟ أنا أحب الترندات أوي اللي بتخلينا نفكر ونطلع أحلى ما عندنا بالإمكانيات المتاحة. شايفين الجمال؟ شايفين الكريمة بلبن ده ولا مش بلبن؟ أحلى من أبو لبن كمان. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ، وأقول لكم الجمال ده اتعمل بكل بساطة وبكل سهولة. أنا جبت كوباية رز، مش زي ما الترند عاملها نص كوباية. أنا جبت كوباية رز، هي كوباية مش كبيرة قوي، كوباية وسط يعني. غسلته وحطيت حوالي 4 كوبايات مية عليه وسبته يستوي. مش هسيبه ينشف، هيبقى فيه برضو زي ما انتوا شايفينه كده جوسي شوية. هعمل ايه بقى؟ هقسمه، هاخد نص كوباية واحطها في الخلاط، وعليها كوبايتين من الحليب، وعليها كمان معلقتين من بودرة الكريم شانتيه، وهضربها حلو جدا. شايفين عاملة زي الكريمة ازاي؟ بعد كده هاجي اصب بقى الخليط اللي انا ضربته في الخلاط على الرز بلبن اللي فايض لسه في قلب اللي هو الصحيح، هو مستوي. هسيبه بقى يستوي براحته، وهزود كمية اللبن. انا الكوباية دي اخدت مني كيلو لبن، 4 كوبايات اخدت 5 كوبايات لبن كبار. هسيبه يستوي بقى. حط له بقى الفانيليا بتاعته. اول ما يجي يخلص كده تحط شويه فانيليا. انا حطيت السكر تبع ذوق حضرتك برضو، شوف انت عايزاه مسكر ولا عادي. والمكون اللي انا شفته على اليوتيوب في قناه زاد الاوادم، انا بحييها قوي، هي ست ممتازه جدا. هو البيكنج باودر، انا خدت الحته دي من عندها. الرز بلبن استوى بقى حلو قوي. تعالوا نشوف بقى احنا هنعمله ازاي. اللي قدامكم ده جوز هند، ده جوز هند مبشور عريض، والتاني جوز هند عادي حمر، وده حبايه مانجا قطعتها. جوز الهند ده انا حمرته في حته من السمنه كده، وهرشه فوقيها. عندك مكسرات هتحطي، عندك الفاكهه، بس انا عايزه رز بلبن بالشخصيه بتاعته، رز اللبن اللي احنا عارفينه. اللي هيمشي معاه جوز الهند. جوز الهند هيخليه طعمه تحفه تحفه تحفه، احسن من الكنافه ومن الجلاش كمان. انا طبعا يا جماعه بحترم كل اللي بيعمل، انا نفسي بفرح بالترند لاني بفكر وبعمل على قد امكانياتي. ربنا يبارك لهم، اللي عملوه تحفة جدا جدا. بس أنا حبيت رز اللبن يبقى شخصيته هي اللي باينة. حبيت المانجا عليهم كده بقى. عايزة تجيبي صوصات شوكولاتات، بس يعني شوكولاتات على فكرة مش بتبقى ظريفة مع الرز بلبن. أنا اللي عملته بقى، جبت معلقة من العسل النحل، بس كانت لسه جامدة في التلاجة، يا دوبك نزلت منها كده، وهكمل الباقي بقى من ورا الكاميرا. معلقة من العسل النحل أو السيراب التقيل، وكده شكله جميل وزي الفل وقشطة قوي. طبعا انا ما عملتش الكميه دي، بس ده انا عملت ضعف الكميه ديت. والاطباق دي كبيره، دي اسمها سلطانيه، اسمها بولات، اسمها اطباق. اتمنى الفيديو ينال رضاكم، استودعكم رعايه الرحمن.